بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم. في الفيديو ده هقول لك اخر المستجدات في ميركاتو النادي الاهلي من صفقات جديدة وراحلين عن الفريق. هركز على تفاصيل مهمة جدا جدا فكمل معايا للاخر، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لك كل فيديوهات. طيب هنبدأ باللاعب الدولي محمد عبد المنعم. خلاص رسميا عبد المنعم انضم الى فريق نيس الفرنسي، وهي دي كانت رغبته من البداية. خلي بالك عبد المنعم قبل كده قال لإدارة النادي الأهلي، قال للمسؤولين انه عاوز يحترف في أوروبا. كان تلقى عرض عربي بمقابل مادي أعلى، ولكن هو عاوز يخوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية. ما شاء الله هينضم إلى نيس الفرنسي، من أكبر الأندية في الدوري الفرنسي، ممكن يكون محطة لأندية أكبر من كده. أنا سمعت إن باريس سان جيرمان يعني محتاج اللاعب ده في المستقبل، وممكن كمان الريال أو برشلونة أو ليفربول أو أي فريق كبير في العالم يتعاقد مع عبد المنعم فيما بعد. إن شاء الله الخطوة دي تكون خطوة ناجحة بالنسبة له. النادي الأهلي هيحصل على 4 مليون يورو في صفقة عبد المنعم، بالإضافة إلى مليون يورو يعني بونص كده، مع وجود 10% نسبة إعادة بيع. صفقة جيدة جدا على المستوى المادي بالنسبة للنادي الأهلي، يعني ما شاء الله تعتبر أضخم صفقة في تاريخ الدوري المصري. أزيد من 200 مليون جنيه مصري، ده رقم كبير، رقم ضخم. النادي الأهلي يقدر يستغل الرقم ده في تعاقد مع لعيبة تانية. أنا عارف إن رحيل عبد المنعم هيأثر بالسلب على النادي الأهلي، ولكن هي دي سنة الحياة، وكل لاعب عنده حق مشروع بالاحتراف. يعني الاحتراف ده حق مشروع. النادي الاهلي مش بيقف على اي لاعب، وان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يعوض رحيل محمد عبد المنعم. من الدوري المصري ابرز المرشحين محمد اسماعيل لاعب فريق زد. طيب من اللعيبه الاجانب بقى النادي الاهلي بيفكر في مين؟ مدافعين من خارج الدوري المصري، هو اللاعب المغربي نجم المغرب أشرف داري. أشرف عنده 25 سنة، بيلعب لفريق بريست الفرنسي، مركزه قلب دفاع، طوله 188 سنتي، والقيمة التسويقية 2 مليون يورو. داري من ناشئين فريق الوداد المغربي، وفي سنة 2022 انتقل إلى بريست الفرنسي. تم إعارته لنادي رويال شارلروا البلجيكي، ثم رجع مرة تانية للدوري الفرنسي. أشرف لاعب مغربي دولي سوبر، شارك مع أسود الأطلس في كأس العالم وقدم أداء مبهر نال إعجاب الجميع. أرقام أشرف داري خلال مشواره الكروي: شارك في 173 لقاء، سجل 15 هدف وصنع هدفين. النادي الأهلي تواصل بشكل رسمي مع وكيل اللاعب من أجل التعاقد معاه في الميركاتو الصيفي. اللاعب نفسه عنده رغبة كبيرة بالانضمام إلى القلعة الحمراء، والمعلومة اللي عندي ان بريست الفرنسي بيرغب هو كمان في بيع اللاعب، ولكن بيع نهائي مش اعارة. اشرف بروفايل مدافع عالمي بمعنى الكلمة، لاعب متكامل بيمتلك جميع المواصفات المطلوبة في خط الدفاع من حيث القوة والطول والسرعة والتمركز الصحيح. يعني صعب يترقص، بيعرف يقف بشكل كويس في الخط الدفاعي، تمركزاته جيدة، عنده القوة الدفاعية والشراسة في الالتحامات الهوائية والأرضية، بيمتلك شخصية كبيرة، شارك قبل كده مع الوداد المغربي، وبالتالي عنده الخبرات الأفريقية، يقدر يشارك مع النادي الأهلي. صفقة جيدة جدا جدا لو تمت، يعني هو ده الحل المثالي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم. خلي بالك نفس البروفايل، نفس الإمكانيات، في تشابه كبير بين أشرف داري ومحمد عبد المنعم. ما شاء الله داري قوي طويل، يعني لاعب ضخم، لاعب دبابة، عنده الخبرات، عنده الإمكانيات، عنده المواصفات. كان ليه تجربة احتراف مع بريست، ولكن ممكن ما قدرش يتأقلم بشكل كبير في الدوري الفرنسي. خلي بالك القيمة التسويقية بالنسبة لأشرف داري قلت من 2.5 مليون يورو ل 2 مليون يورو. فريق بريست الفرنسي عاوز يبيعه دلوقت في الميركاتو الصيفي بيع نهائي مش اعاره، لان اللاعب سعره بينزل. هم عاوزين يعني يسرحوه بمعنى اصح، والنادي الاهلي محتاجه. النادي الاهلي عارف امكانياته، كلنا شفناه قبل كده مع الوداد المغربي. فاكر انت ايام الركراكي وانضم الى منتخب المغرب
في كاس عالم المونديال وقدم اداء جيد جدا. طبعا شفنا منتخبنا، منتخب المغرب، المنتخب العربي يعني شرفنا كلنا في كاس العالم. اللاعب عنده الرغبه واللاعب بيرحب جدا انه ينضم للنادي الاهلي، فالامور متسهله نوعا ما، والنادي الاهلي بيحاول بكل قوه انه يحسم صفقه داري ان شاء الله في الميركاتو ده، بحيث يعوض رحيل عبد المنعم، لان عبد المنعم كان من القوام الاساسي، فرده تقيله. يعني عبد المنعم كان لاعب فعلا مؤثر جدا جدا، حاجه يعتبر هو افضل مدافع في القاره الافريقيه. فعشان افضل مدافع في افريقيا يرحل لازم البديل يكون كفء وعلى درجه عاليه من الكفاءه والجوده يعني. فان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسم صفقه اشرف داري في الميركاتو الصيفي. طيب هنتقل دلوقتي الى الصفقه المنتظره بالنسبه للنادي الاهلي، الصفقه الثالثه ان شاء الله، وهو اللاعب التونسي الدولي محمد علي بن رمضان. النادي الاهلي يعتبر حسم الصفقه بشكل نهائي، تم الاتفاق على جميع التفاصيل الماديه بخصوص الفريق المجري واللاعب نفسه. خلي بالك، بن رمضان رفض عرض من الاخدود السعودي من اجل الاهلي، واللي يشتري الاهلي الاداره تشتريه. النادي الاهلي متمسك جدا باللاعب، لان اللاعب بيتمنى انه ينضم للقلعه الحمراء، وهو اصلا رفض عرض سعودي ضخم. الاهلي علّى قيمه الصفقه للمره الثانيه ل 2 مليون و700 الف دولار من اجل التعاقد معاه خلاص بقى بشكل سريع، لان في اكتر من فريق عربي دخلوا في الصفقه. بس زي ما قلت لك افكرك تاني، بن رمضان بيتمنى وبيضغط على الإدارة الفريق المجري انه ينضم للنادي الاهلي، هو عنده رغبة كاملة بالانتقال الى نادي القرن. ليه بقى؟ لان الاهلي اولا فريق كبير، والاهلي هيشارك في انتر كونتيننتال، وبعد كده هيشارك في كاس عالم للانديه 2025. النادي الاهلي بينافس على جميع البطولات المحليه والافريقيه والعالميه كمان. اسمع، الاهلي هيكون فريق عالمي باختصار يا شباب. يعني بجد انا مش بعرف ازوق في الكلام ومش بعرف اجامل ولا اطبل، انت عارفني يعني، اللي متابعني عارفني، محمد عبد الباقي، انا راجل بص بتكلم بكل امانه بكل صراحه يعني. النادي الاهلي دلوقتي في طريقه انه يبني فريق قوي، فريق عالمي، فريق مرعب. بتتكلم عن بن رمضان، بتتكلم عن يحيى عطية الله، بنتكلم عن يوسف ايمن مدافع. المهاجم القادم ان شاء الله ممكن يكون كيفن كارلوس او مهاجم فلسطيني او اي مهاجم سوبر اجنبي. بنتكلم عن سكواد مرعب، قائمه متكامله. فهرجع تاني لصفقه محمد علي بن رمضان. خلاص يا شباب، يعني ممكن اقول لك مبروك. ممكن النادي الاهلي يعلن عن الصفقه خلال يوم او اتنين بالكتير خالص ان شاء الله. يعني الامور تم حسمها، الفلوس، المقابل المادي، البونص، الراتب، كل حاجه خلاص. يعني خلي بالك، رغبه اللاعب بتحسم الدنيا. فده بالنسبه لصفقه محمد علي بن رمضان. اعتقد ان دي الصفقه الثالثه الرسميه، وان شاء الله يكون عندك صفقه رابعه رسميه، مهاجم او مدافع اشرف داري. ممكن كمان النادي الاهلي يتعاقد مع مدافع محلي. يعني ان شاء الله الاهلي هيكون فريق جيد في اكتر من جناح على الرادار، زي سفيان بوفال او اوكيتا لاعب جيد جدا. في كمان اللاعب اسامه فيصل، يعني مرشح بقوه للنادي الاهلي ووقع للنادي الاهلي. اسامه فيصل لاعب البنك وناشئ الزمالك. اياد العسقلان ناشئ الاسماعيلي، بيلعب في الدوري الروسي، والنادي الاهلي متارجت انه يتعاقد معاه. بنتكلم عن صفقات عالميه بخصوص الراحلين بقى. يعني اتكلمنا قبل كده عن موديست رحل، كريستو، اليوديانج. بنتكلم عن عبد القادر خلاص رحل، انضم الى الدوري القطري، بالاضافه الى محمود متولي هيتم فسخ التعاقد معاه. ومحمود كهربا حاليا بيبحث عن عرض عربي او من الدوري المصري. خلي بالك، كولر مش محتاج كهربا. بيرسي تاو هو كمان بيبحث عن عرض. اعتقد ان رحيل بيرسي وكهربا يعني مش هيأثر على الفريق بشكل كبير، لان انت عندك وسام ابو علي، وعندك ان شاء الله هيكون عندك بامر الله مهاجم جيد، وبالتالي رحيل 2 لاعيبه زي دول يعني مش هنحس بيهم قوي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. شكرا لكم، السلام عليكم.